وده الجزء الثاني من غزوات أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف باقي الغزوات. فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة، والسبب أن قريش نقضت صلح الحديبية بعد أن أعان خلفاء بني بكر على خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مكة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد لحظة النصر والعفو العظيم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. غزوة حنين وكانت في السنة الثامنة للهجرة، والسبب أن قبيلة هوازن وثقيف جمعوا جيوشهم خوفا من المسلمين بعد فتحهم لمكة، وقرروا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بدء المعركة فر بعض المسلمين، ولكن أبو بكر الصديق ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ظل أبو بكر الصديق يدعو الناس للرجوع حتى تحقق النصر. غزوة الطائف وكانت السنة الثامنة للهجرة، السبب كان استكمال لغزوة حنين، لأن ثقيف لجأت لحصونها في الطائف بعد هزيمتهم. شارك أبو بكر الصديق في الحصار، وكانوا من اللي ادوا رأيهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانسحاب بعد طول الحصار. غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة للهجرة، والسبب أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم بيجهزوا جيش لغزو على المسلمين من الشمال، فقرر الخروج إليهم قبل أن يهجموا عليه. وفي المعركة دي كانت أعظم المواقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تصدق بكل ماله فسوى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وكان بعدها أميرا على الحج في السنة التاسعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، وليست غزوة ولكنها آخر حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أعلن فيها إتمامه للدين. كان أبو بكر الصديق ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع وصيته الأخيرة ويشهد ختام الرسالة اللي عاش عمره كله يدافع عنها. ومن بدر لتبوك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دايما في الصف الأول، بيقاتل بإيمانه قبل السيف، وبيساند النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة خوف أو شدة. وده اللي خلاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول خليفة للمسلمين، يسر على نفسه طريق الصدق والإيمان والجهاد. وفي ختام حلقة النهاردة، اشتراك وفعل زر الجرس ولايك جميل زيك. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية.